حاجة. خلاص ربنا تاب عليا ولبست الحجاب. ساعدوني والنبي. ساعدوني عشان الناس الوحشة بتبعد عني. الناس الوحشة اللي بتقول على طريق الشر تبعد عني. ربنا يخليكوا. انا مش هطلع لايف على التيك توك تاني ولا هطلع في اي حتة. لو سمحتوا بعد اذنكم يشيلوا صور بشعري. انا ربنا هداني ولبست الحجاب. انا لبست الحجاب وخلاص. انا تعبان. انا عماله ازرع بنفسي وشيطاني قوي عليا كل يوم اقول مش هعمل كده وبرجع اعمله تاني. شيلوا الصور ما اولع في نفسي. شيلوا الصور بتاعتي من غير حجاب. اللي عايز يحط لي حاجه ولا اللي عايز يكتب لي حاجه اكتب لي كلمه كويسه بالحجاب والنبي. اكتبوا لي كلمه كويسه بالحجاب. انا لسه ما اشتريتش حجاب. احط اي طرحه على شعري دلوقتي. استروا عليا ربنا يخليكم. اللي عنده حاجه وحشه ليا يشيلها. اللي عنده فيديو وحش يشيله. اللي عنده فيديو وحش ليا عريان يشيله. انا مش عارفه اعيش. ربنا شاهد عليا. انا كل يوم بقول انا ابقى كويسه ويجي الشيطان يركبني بالليل. انا تعبانه. لو سمحت ربنا يخليكم ويخليكم معاكم ويخليكم كل حاجه حلوه في حياتكم. تشيلوا اي حاجه وحشه ليا. انا خلاص. انا ربنا تاب عليا يا رب والنبي. اقبلها مني يا رب والنبي. سما المصري تابت واعلنت توبتها، وحضرتك سمعت الكلام بنفسك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هيجي واحد يقول لي يا شيخ هو انت صدقت الكلام ده شو اعلامي وحركات هي بتعملها كل فتره وعايزه تشتهر اكتر. وفي الحقيقه انا كنت هميل للراي ده وكنت هبص لها بالنظره دي، ولكن بعد كده رجعت لنفسي وقلت الله، طب ليه أكون أنا عونا للشيطان عليها؟ ليه أهدم في توبتها وهد في توبتها؟ الله عز وجل يتولى السرائر ونحن لنا الظاهر. حضراتكم أكيد عارفين سيدنا أسامة بن زيد كان في أحد الغزوات كان بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، فأتى الواحد بعدما قال لا إله إلا الله. فلما جالي النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لماذا قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما كانش ينفع إنك تقتله. فقال له سيدنا أسامة بن زيد لقد قالها اتقاء من السيف يا رسول الله، يعني هو قالها عشان خايف من السيف فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على سيدنا أسامة ويقول له أشققت عن قلبه يا أسامة؟ احنا لينا يا جماعة الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. عشان كده واحد لما شرب الخمر والنبي عليه الصلاة والسلام لما حب يقيم عليه الحد، والصحابة منهم من كان يضرب بيده ومنهم من كان يضرب بنعله ومنهم من كان يضرب بثوبه، لدرجة ان واحد من الصحابة رد وقال لعنه الله، يعني سب هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تعينوا عليه الشيطان، يعني ما ينفعش انكم تسبوه او انكم تلعنوه او انكم تشتموه، يكفيكم انكم تقيموا عليه الحد. عشان كده يا جماعة ارجوكم نحن لنا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. لما تشوف واحد باين عليه علامات التوبة او انه تايب، اوعى تتكلم عنه، اوعى تهدم في توبته، اوعى تهد في توبته، لانه ممكن بالفعل يكون تاب توبة نصوحة، والله عز وجل يتوب على من تاب. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.